ازاي حضرتك اعفاء الدكتور خالد؟ انا رايته، انا كنت مسافر حقيقه يعني. وفوجئت بعد السفر بيوم واحد كنت بعمل عمره ان وكيل الدكتور خالد الاخوه بلغوني ان الامر تم اعلانه في الاعلام بانها اقاله مسببه بنوع من الشبهه او التهمه الماليه، وبعدين ان في تقارير رقابه اداريه ونحو ذلك، وبعدين الاخوه يعني بحثوا في هذا الامر. طب احنا عايزين نعرف الادله دي. وفي قيادات في الهيئه الشرعيه قالوا ان الرئاسه اطلعتهم على ادله ادانه الدكتور خالد، هل شفتم اي ادله ادانه؟ حقيقه لا يوجد اي دليل ولا حتى لدى الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه صرحوا بانه لا يوجد شيء على الدكتور خالد على الدين. والهيئه الرقابه هيئه حقوق والاصلاح، الهيئه الشرعيه لحقوق والاصلاح في اللقاء الاخير اللي كان بعد الاستقالات حصل لقاء مع يعني موفد من قبل المستقيلين كمندوب عنهم، يعني في حوار مع رئاسه الهيئه وامانتها، فهم اكدوا انهم لم يروا شيئا ايضا. فالهيئه الشرعيه لحقوق والاصلاح لم تطلع على شيء على الاطلاق، واحنا طلبنا من الرقابه الاداريه ان يكون في حد في ادله، لان احنا يهمنا الامر ده، وسمعه الدكتور خالد سمعتنا. الدكتور خالد معانا من اكثر من 30 سنه، فيعني ده يمسنا بالتاكيد، يمس دعوتنا ويمس حزبنا، وبالتالي فمثل هذه الطريقه غير مقبوله بلا شك، خصوصا ان احنا اولى الناس نطلع عليها. وانا بقول الهيئات التي اطلعت عليها كيف اطلعت عليها، والهيئه الرقابه الاداريه نفسها بتقول ما عندناش حاجه خالص على الدكتور خالد عماد الدين. كان رئيس الهيئه قال ما عندناش اي دليل على هذه المساله. انا ما كنتش حاضر طبعا، الاخوه اللي كانوا حاضرين، ولكن اكدوا ان هو لا يوجد شيء على الدكتور خالد عماد الدين. والرئيس في حوار مع حضرتك اكد ذلك، قال انا لم اخله من اجل ايه؟ ما فيش عندي تهمه له. صحيح. وهذا الكلام بلا شك اعتبرناه كافي في اغلاق هذا الملف، لكن كونه ملف سبب جرحا. اكيد في تفسير عند حضرتك لاعفاء الدكتور خالد. انا بقول طبعا بلا شك ان هناك من المحيطين بالرئيس من يعني عرض عليه ما اقنعه بهذا الامر الذي ليس له حقيقه. ودي نقطه لابد يعني نطبق فيها قول الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واذا كان هو مش فاسق عنده صحيح، بس لابد من بينات. هل هذا الامر وصل الى تهمه؟ اذا لابد من دليل، بينات، لكن مش مجرد ان واحد يقدم بلاغ يبقى هو ده. اللي اظن القصه منشوره كامله في اليوم السابع، وان لماذا تم التعامل معها بهذه الطريقه يعني. حضرتك قلت